بتقدم طريقة بسيطة وعملية جدا عشان نعرف نوع بشرتنا في البيت. يعني مش محتاجين نروح لأي مكان أو نستخدم أجهزة. الطريقة زي ما قريت بتبدأ بخطوة أساسية: نغسل الوجه بغسول لطيف ونجففه بالراحة بالطبطبة كده، وبعدين نستنى. ودي نقطة مهمة قوي، الانتظار ده حوالي نص ساعة من غير ما نحط أي منتجات خالص. أيوة، فترة الانتظار دي هي أساس الاختبار كله. في الوقت ده البشرة بترجع لوضعها الطبيعي، يعني بتكشف عن حقيقتها بدون أي تأثير خارجي. بعد النص ساعة دي بتيجي بقى لحظة الملاحظة الدقيقة. بالظبط، نشوف البشرة شكلها عامل ازاي وإحساسها ايه. المصادر بتوضح لو الوجه كله بيلمع يبقى دي علامة قوية إنها بشرة دهنية. أما لو الإحساس الغالب هو الشد والخشونة وعدم الارتياح، كأن الجلد مشدود كده، يبقى غالباً بنتكلم عن بشرة جافة. طيب والحالات التانية المختلطة والحساسة؟ لو اللمعان متركز بس في منطقة التي زون، الجبهة والأنف والدقن، لكن الخدود شكلها عادي أو حتى ناشفة شوية، دي بقى البشرة المختلطة الكلاسيكية. إنما لو ظهر أي احمرار أو حسينا بوخز أو عدم ارتياح بعد الغسيل وفترة الانتظار دي، يبقى ده بيوجهنا لاحتمالية إن البشرة تكون حساسة. وهنا في نقطة مهمة جدا المصادر أشارت ليها، وهي إن البشرة المختلطة أحياناً بتكون محيرة، لأن فيها صفات من نوعين. عشان كده الملاحظة لازم تكون شاملة لكل مناطق الوجه، مش منطقة واحدة بس. هي دي الأساس للتشخيص الصح. الموضوع محتاج شوية صبر ومراقبة دقيقة فعلاً. يبقى نقدر نقول إن الخلاصة الأساسية من المصادر دي كلها هي إن رحلة العناية الفعالة بالبشرة، أول خطوة فيها اللي ممكن تبان بسيطة بس هي محورية فعلاً، هي تحديد نوع البشرة بدقة، سواء كانت دهنية، جافة، مختلطة أو حساسة. المعرفة دي هي البوصلة اللي هتوجهنا لاختيار المنتجات الصح والروتين الصح.